أولا أنا حاب أنوه لحاجة معينة، اللي هو كلمة شكر تقال في حق أصحاب الأيادي المجهولة، أو مش المجهولة، الخفية، أو الجنود قد يكونوا مجهولين، ولكنهم هم فعلا هم من وراء إنجاح هذا الملتقى عمان الشعري، وهو المتكتل في فريق الهلال الرياضي. فبالنسبة لسؤالك، أنا أتوقع أنه مش تقصد فقط بخصوص أنه اختار قصيدة معينة عنوان قصيدة معينة أو قصائدي. أنا مجرد أني فقط أكتب القصيدة وأضعها، يعني ما أحتاج لعنوانتها. حتى أحيانا أعطي القصيدة المحررين لنشر القصيدة، هم من يعنون القصائد فقط يعني. وقد تنتشر كذا القصيدة على عنوانتهم هم، يعني مش أنا. يعني وتثق بعنوانة أي شخص ما تشعر أنه يمكن ما راح يوصل المعنى اللي أنت تريده؟ مش مسألة إنه في كلمة سر في القصيدة يأخذون بداية القصيدة، هم يأخذون بداية القصيدة أحيانا. بس في فترة كانت فعلا يعني راح أبوح بالسر. أكتب قصيدة الشاعر فهد السعدي عنوان قصيدتي، أؤمن بذائقة هذا الرجل. نعم، نوجه له كل التحية. نوجه له كل التحية شاعرنا فهد السعدي. احنا راح نسمع قصيدة بدون عنوان، بلا عنوان، وفعلا بدون عنوان. راح نسميها بلا عنوان، راح نسمعها منك. الله يجزاك خير إن شاء الله. يقول: الوقت سيف الزمان ومعركتها الشعور، والكل منا جهل أوله من ثانية. نصدق مع الكذب حتى أننا عرفنا ندور أحلامنا الميتة بكفوفنا الجانية. نقول للوقت يسعفنا لجبر الكسور، ولا ماني قلوب الناس متغانية. نعارك أيامنا حبا في وجه الظهور، على أساس النساء والمصلحة الفانية، وعلى أساس المناصب شوف شربنا الخمور. حانات في مملكة وشهوات للغانية، نجامل اللي لهم عز الكمال الغرور. ونقسى على الطاهرين في تربة أوطانية، ما كأنها الأرض تفنى والمرد النشور. في يوم ما تنفع حصونك وما بانية، نفاق فم الأوادم ريحته من عطور. وسحقا لمن قال هذا القلب سلطانية، نخاف ما يوم علقنا الجسد للقبور. والناس شجرة خبث وقطوفها دانية، وقلوبها ذابلة تسقى بحب الخصور. وفي عقولها توبة لكنها آنية، تناقضات الغياب المكتئب في الحضور. متهالكين في أمان الذنب بالحانية، هذا الزمن مر متشائم بوجه العصور. الزانية طاهرة والطاهرة زانية. طبعا هذه القصيدة حصرية. نعم، شكرا جزيلا لك نواف، وإن شاء الله دائما يعني القصائد أو كل قصائدك إن شاء الله تحمل إضاءات يعني أكثر تفاؤل بإذن الله تعالى. نرجع لك نواف وحديثنا، أو سعيد، نرجع لك حديثنا عن أهمية وجود هذه الملتقيات، بالإضافة إلى يعني ما صرنا نشهده يعني في الآونة الأخيرة، وجود المسابقات الشعرية. شاعر المليون، وكنت مشارك في دورة سابقة لهذا البرنامج. إلى أي درجة هذا ممكن يعني يثري ساحة الشعرية الخليجية؟ الملتقيات هذه طبعا أنا من المؤيدين وبشدة يعني. نعم. للملتقيات اللي تكون أكثر من أمسية. أعتقد أن لها فوائد عدة، ولكن من أبرز الفوائد للملتقيات هي تبادل الخبرات وتبادل الثقافات بين المدارس الشعرية. فالناتج نحصل على مزيج من الإبداع. نعم. هذا هو الناتج. فبحيث أني أنا جيت عمان مثلا، كان معي شاعر عماني، خالطت المدرسة العمانية الشعرية. نعم. ربما أخرج بمفردة، ربما أخرج بفكر، ربما أي نعم. فأعتقد أنه هذه أبرز الفوائد اللي نخرج بها من الملتقيات الخليجية بشكل عام. نعم. هو النتاج اختلاط الثقافات والمدارس. نعم، الانسجام الفكري اللي ممكن نعم. يحصل. ماذا عن المسابقات؟ يعني هل بالفعل المسابقات الآن مثل ما تراها هي يعني ممكن بالفعل تساعد في اكتشاف مواهب جديدة؟ أنا يعني أرى أن ما في مسابقة إلا شاعر المليون طبعا. نعم. فهو يغرد خارج السرب طبعا. فشاعر المليون لو ما له فوائد ما احنا في الاستديو. إجابة مختصرة وسريعة. نرجع لك نواف. الله يسلمك. يعني بعض الشعراء أيضا يحاولوا قدر الإمكان أنه الحضور مع جمهورهم عن طريق الألبومات الصوتية. إيش رأيك في هذا الموضوع؟
أتوقع أنه إصدار البومات الصوتية فكرة جيدة للشاعر وتخدم الشاعر. يعني لو الشاعر ما صدر ديوان صوتي أو قصائد صوتية فهي سريعة الانتشار عن طريق الشبكة العنكبوتية وعن طريق الوسائط الرقمية أيضا. وأتوقع أنه إنشاء ديوان صوتي هو من المفترض يكون لكل شاعر يعني تجربته لإنشاء ديوان صوتي. يعني فأكيد ديوان صوتي هو صوت لإيصال الشاعر. نعم، جميل جدا. أكيد احنا قلنا بنسمع أكثر مما نتكلم، نرجع للقصيدة وجمالها وحضورها من خلالك شاعر سعيد. إيش راح نسمع هذه المرة؟ أبشري. خليه يشيل لأنه هو يشيل شلات سي. خلي الشلات، خليها الختام إن شاء الله. ختامية. الغزل يقول: يصبني الشوق يم مرضاك وطيعه، مع انك اللي تقاطعني تواصلني وتقطعني. يغصبني الشوق يم مرضاك واطيعه، مع انك اللي تواصلني وتقطعني. يا ذي حبي ولو ما ودي اذيعه، الود ود الهوى والقلب يدفعني. بايعتك الحكم قلبي حزة البيع، كما انتظرتك على قلبك تبايعني. الجوع كافر وقلبي زدت تجويع، أحبك متى هو بيسلم يا مجوعني. وش بك تكابر على الخفاق وتريعه، رب خفوق يقول لصاحبه دعني. أهواك من كانوا يسمونك دميعه، اذكرك للحين وطيوفك تتابعني. جسمك ورسمك ملامح وتقاطيعه، وبس ما تكلي على ذنبي تطمعني. وقصيدي اللي بك استنهض مطاليعه، أسمعك منه وانت اللي تقاطعني. وتقول وش تعني الغض وتفريعه، وبسألك طلعة الرمان وش تعني. صون الهوى ذكراك تشفي معاليقي من الليعة، وأحيان لا والله ان ذكراك توجعني. نعم. صون الهوى وكمه وارجع مرابيعه، ما فيه عذر على غيبتك يقنعني. تعال قلبي تروع هد ترويعه، أبنتثر شوق وانت اللي تجمعني. سنين عمري مع شهوره وسابيعه، تفداك لا تضيعها وتضيعني. الرحت أبى أضيع والضيعة هي الضيعة، بتعود من شفقتك لو شفتني. يعني لحدك الوقت تتركني فلا تطيعه، وإن كان طعته أمانة لا تودعني. ما في عذر أبدا. والمحب دائما يقال أنه هو عذار، يعني في النهاية يجد إلا الأعذار من الغياب. إلا من الغياب. أكيد. نواف، احنا نتكلم مثلا هنا عن حالة غياب أو حالة إعطاء عذر للمحب. في النهاية إلى أي درجة مهم أنه الشاعر يعيش الحالة أيا كانت حتى يترجمها بشكل صادق من خلال قصيدة شعرية؟ أنا أتوقع دائما أن الإنسان يحسن الظن حتى في مع الحبيب سواء غاب أو لا، لكن ترجمة هذه المشاعر أكيد راح تكون تلقائية. أنت باللي تشعر به وراح تنسكب القصيدة معك بطريقة عفوية قد تكون تظهر فعلا تعكس أنت اللي بداخلك يعني أمام الحبيب يعني أو للحبيب. نعم. إن كان أو لأي موضوع إن كان كنا نتكلم عن وطني فعلا أو غزلي وجداني. فعلا. بالتالي يجب أن يعيش الشاعر حالاته كل حالاته في كتابة القصيدة. نعم. حتى يعيشها القارئ أكيد والسامع. إيش راح نسمع منك؟ والله راح أسمع شيء غزل. نسمع. أو نسمعكم شيء غزل. يلا أكثر إضاءة إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله أكثر إضاءة. يقول: هاجر تجر الكعب دقة بالدقة، تميل ملل الجذع لا هزها الطرب، تمشي برفق ومع تغنج ورقة، ولو وقفت ياقف مع وقوفها الجد، تاقف وتمشي الحكاية مشقة، يمكن تكون الأرض تمشي مع الكعب. لو سوت صبعها كذا شفت برقة يا هيه، لو سوت يديها شهق سرب مثل الطفل تصحى على قولة أبقى، عشان داعب فمها المجمر العذب غيورة ما تستحقه تعقه، واللي ما هو بلها تبع ثربه الدرب، مجنونة لما أجيها تشقه لحافها تربصت بها الخصر للعب، ما هو عشان أصفق لها بصفقة إلا عشان أذوب وانحر لها القلب. أنا أدري شعري ما أعطى الورد حقه، حق الورد درب المقابر، ويا درب اشهد
أنا جيت أعطي الورد شهقة شهيد حب وما بعد خافق يحب. احنا نعنونها بحكاية اسمها حكاية. جميل. أكيد يعني قصائد جميلة وحضور جميل. وجودكم في ملتقى عمان الشعر الأول أكيد يثري هذا الملتقى. نتمنى لكم غدا أمسيات موفقة وراح نكون متابعين لهذا الحدث الجميل. سعدنا جدا بوجودكم معنا، سعيدين بوجودك في السلطنة لأول مرة، وإن شاء الله تلحق تتمشى وتتجول في مختلف المواقع الطبيعية عندنا. الشاعر السعودي سعيد بن مانع، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. وتحية لك شاعر نواف بن سالم الشيادي، نتمنى لك أمسية موفقة غدا بإذن الله تعالى.